السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع الثاني من مباريات الدوري المصري الممتاز. المباراة بين سيراميكا والزمالك. المباراة اللي أقيمت على استاد أو على ملعب استاد القاهرة، ملعب سيراميكا، لأن سيراميكا هو منظم المباراة، فالنهاردة ملعبه كان استاد القاهرة. الفرقتين دخلوا المباراة طبعا وهم في حالة سعادة، حصولهم على ال3 نقط في أول أسبوع من مباريات الدوري المصري الممتاز، بفوز السيراميكا على المصري وبفوز الزمالك على سموحة. بس الدوافع هي دي دايما اللي بتخلق الفروق، دايما اللي بتخلق الفروق ما بين فرقة والتانية. طيب دوافع الزمالك زمالك فرقة بطل، يعني فرقة بطل بتنافس على البطولة، عارفة يعني ايه هي مقومات البطولة، اني اكسب كل ماتشاتي، فداخلة عايزة تكسب. سيراميكا النهاردة ممكن يكون داخل عنده مهارات وعنده كوتش قاعد بره، احمد سامي طبعا عنده خبرات، وعنده طبعا كورة جميلة جماعية وكل حاجة، ولكن لعيبة نادي السيراميكا نفسهم ممكن ما يكونش عندهم نفس خبرات لعيبة الزمالك والفوارق الفنية دي. ده اللي ظهر النهاردة، ده اللي ظهر من خلال مدرب قدير اسمه جوزفالدو فيريرا النهارده دخل المباراة وهو دارس فرقة سيراميكا. اللي اتفرج على فريق سيراميكا في مباراته مع المصري عرف كل يعني نقط القوة والضعف. جوزفالدو فريرا اكيد قعد درس فرقة سيراميكا، وبناء عليه عمل خطته. طبعا هو ماشي على طريقة 3-4-3 ومثبت الخطة دي، بس طبعا حصل له دروب بإصابة حمدي، أو بإصابة الونش. إصابة الونش دي يعني يعتبر هو طبعا عصب الدفاع، يعتبر ركيزة أساسية من ركائز نادي الزمالك. بس جوزفالدو فريرا بيعرف إزاي يعمل تجانس بين اللعيبة، ما يبينلكش في نواقص عنده، ولا في إصابات، ولا كل الكلام ده. بالفعل النهاردة وظف الزناري الصفقة الجديدة اللي جاية من طلائع الجيش مع محمد عبد الغني والمسلوسي، اللي دايما بيستخدموا في يعني كقلب دفاع ثالث لما بيكون عنده مشكلة في نقص في إصابات زي اللي حصلت في ماتش النهاردة، وبيبتدي يرص بقية الفرقة 3-4-3. بالفعل جوزفالدو فريرا مدرب قدير. بالفعل أرى سيراميكا، أرى مفاتيح اللعب، قدر يجمدهم في الشوط الأولاني تجميد حرفي. مفاتيح اللعب في السيراميكا المتمثلة إبوكا، أحمد ياسر ريان، طبعا ميدو جابر، كل دول قدر ان هو يفصل ما بينهم في طرق الدفاع، ان هو يعني مركز على ال3، وكل لاعب من مدافعي نادي الزمالك ليه دور مع ال3 لعيبه، ففصلهم عن بعض. زائد الفصلة اللي عملها ما بين محمد ابراهيم وتوني وكناريا، فطبعا محمود توني، فطبعا فعلا مدرب قدير. الشوط الاولاني فعلا عمل تجميد لفرقة سيراميكا، رغم اللي متابع للدوري المصري يأكد ان سيراميكا هتكون هي فرس الرهان السنة دي. بس اللي عمله فريرا لا، راجل دارس المباراة، راجل شاف سيراميكا قبل كده وبناء عليه بيعمل خطته. فعلا خبراته دي كلها بينقلها لنادي الزمالك وبيقدمها لهم، وده اللي واضح ان هو ياخد بطل دوري الموسم الماضي، ويعني ويستمر وياخد كأس مصر ومستمر في انجازاته. فطبعا لازم نشيد بيه النهارده، لانه عرف يلاعب احمد سامي في الشوط الاول. طبعا احمد سامي مسكتش. الشوط الثاني ابتدى يفك الجمود اللي عند لعيبه سيراميكا، وانه يحاول يحررهم من مراكزهم، ويحاول ان هو يفتح لهم مساحات لمحمد ابراهيم، لكناريا، لإبوكا، وفعلا احرزوا هدف ولكن تم الغائه بواسطه تقنيه الفار. سيراميكا استحوذ في الشوط الثاني، الزمالك استحوذ في الشوط الاول، قدر ان هو يوصل للهدف اللي هو كان عايزه بجون سيف الدين الجزيري من اقل مجهود، مش من اقل مجهود، باقل الطرق.
من لعبة من أحمد فتوح من ورا الدفاع لإمام عاشور، يلعبها من فوق محمد بسام، يخش فيها سيف الدين الجزيري يحرز الهدف الأول في الدقيقة 10. الشوط الثاني استحواذ اتنقل لكليوباترا أو سيراميكا كليوباترا، ولكن استحواذ معروف نهايته إيه؟ مفاتيح لعبك أنا ماسكها ومسيطر عليها، رغم إن أنا عندي أهم لاعب في الدفاع مصاب، ولكن بقدر ان انا اوظف لعيبه تانية في نفس المركز تديني نفس المهام. دي سمات جوزفالدو فيريرا، دي ميزه كبيره جدا فيه وفي طريقه لعبه. النهارده ما بيلعب بالمسلوسي محمد عبد الغني والزناري ويعمل الثلاثي ده، بيقفل كل مخارج او مداخل منطقه جزاء نادي الزمالك قدام سيراميكا، قدام احمد سامي. فجوزفالدو فيريرا لا، ناجح بامتياز طبعا، وبشهادة كل المتابعين ان هو بيقدر يوظف الامكانيات المتاحة قدامه لانجاحه. الامكانيات المتاحة اوظفها للنجاح الكبير. طبعا التغييرات اللي عملها النهارده جوزفالدو فريرا برضو ان تايم، يعني في وقتها، بنزول شيكابالا مكان رؤى، بنزول سامسون مكان سيف الدين الجزيري، بينعش الخطوط الاماميه، بيقدر ان هو يعمل ريفرش لخط الهجوم الامامي ليه ويخلق هجمات. وبعد كده احرز احمد فتوح الهدف الثاني في طبعا حاجه غريبه وتجربه غريبه، انه يحرز بيمينه اللي هي تعتبر القدم اللي زي ما بنقول كده الميته. طبعا هو عنده يعني هو اشول، ولكن بقدمه اليمين احرز الهدف وقدر يوصل النتيجه ل 2-0 عشان يستمر الزمالك في صعود بمدربه القدير جوزفالدو فيريرا، بلاعيبته، بكل الاسامي الموجوده معاه مهما كان كبير ولا صغير، ولكن بيثبت ان العطاء او هي بتتقاس بالعطاء وبالجهد، مش بالاسامي ومش بالقدرات العاليه. لا، حتى لو انت النهارده لاعب قدراتك يعني في الحدود دي، ولكن انا بقدر اوظفها لصالح الفرقه. طبعا تغيير عمر جابر برضو بنزول نيمار وخروج عمر جابر كان في وقتها، لان بعض الاوقات عمر جابر بيصيبه البطء، فهو بيحاول ان هو ينشط الجبهه اليمين، ويحاول ان هو يدفع بنيمار اللاعب السريع، اللاعب المتعدد المواهب اللي بيعمل سرعات لنادي الزمالك في الخطوط الاماميه. فكل التحيه والتقدير لفرقه نادي الزمالك النهارده، وكل التحيه والتقدير لجوزفالدو فيريرا على اللي بيعمله وطرق الدفاعيه اللي علمها لنا في الشوط الاول، وازاي ان هو مسك المفاتيح دي كلها وقفل عليها، رغم ان احنا قبل الماتش كنا بنقول الزمالك هيعاني، ولكن يعاني ازاي وهو معاه جوزفالدو فيريرا. الناحيه الثانيه احمد سامي اجتهد وحاول يوصل ووصل واحرز، ولكن ما كانش التوفيق محالفه، لان كان طبعا تقنيه الفار لغت هدفين ليه بحجه التسلل. وكليوباترا بنراهن عليها احنا انها تبقى السنه دي فرس رهان في المربع الذهبي للدوري المصري الممتاز السنه دي باللعيبه دي. بس طبعا ما يلعبوش جوزفالدو فريرا، لان فريرا النهارده طبعا قدر ان هو يحكم عليهم، وان هو يقول لهم لا، الزمالك هو اللي هينتصر. وبالفعل الزمالك اخذ الثلاث نقط، واحنا بتستمر طبعا المنافسه وتستمر شغف بطوله الدوري العام المصري. كل ما ارتفع اداء الزمالك، كل ما ارتفع مستوى الكره المصريه، وكل ما ارتفع مستوى بقيه الفرق، طبعا اهلي، بيراميدز، السيراميكا، كل الفرق ده بيصب في الاخر في مصلحه المنتخب القومي المصري. وان شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.